الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نحن الآن في الدرس الثامن من هذه السورة العظيمة، وهذا الدرس بعنوان آية الحجاب. آية الحجاب، الآيات من الآية 30 حتى الآية 31. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بين معاني المفردات الآتية: يغض، يخفض، يحفظ، يصون. الخمر واحدها خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، مقصود به طرح صابغة. الجيوب واحدها جيب، وهو فتحة في أعلى القميص يدخل منها الرأس عند لبس الثوب. زينتهن موضع الزينة. البعولة الأزواج. الإربة الحاجة إلى النساء. الطفل يطلق على الواحد والجمع. لم يظهروا، لم يعلموا عورات النساء لصغرهم. أجب بكتابة الآيات المطلوبة. أولا، يدعو الله المؤمنين إلى البعد عن أسباب الإثارة وتهييج الشهوة، وذلك بغض البصر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثانيا، أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، وأمرهم بالتستر وعدم التكشف وعدم إظهار الزينة إلا ما لا يمكن إخفاؤه، كما أمرهن بضرب الخمار على الجيوب. اكتب الجزء المطلوب فقط. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثالثا، أمر الله النساء ألا يكشفن زينتهن إلا للأزواج ومن تؤمن الفتن منه من المحارم المذكورين،
لاحتياج النساء لمخالطتهم، ثم نهاهن عن ضرب الأرجل بالأرض حتى لا يسمع ما يلبسن من الحلي. اكتب الجزء المطلوب فقط. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. رابعا، فتح الله باب التوبة للذين وقعوا في الخطأ، فطالبهم بالرجوع إليه بامتثال ما أمر والكف عما نهى حتى يفوزوا بسعادة الدارين. اكتب الجزء المطلوب فقط. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اضبط بالشكل الكلمات الآتية: بخمرهن، الخاء والميم والراء. الخاء عليها ضم، والميم عليها ضم، والراء عليها كسر. لبعولتهن ضبطا كاملا، اللام عليها كسر، والباء عليها ضم، والعين عليها ضم، والواو ساكنة لا يظهر عليها السكون، واللام عليها فتح، والتاء عليها كسر، والهاء عليها كسر، والنون عليها شد، والشدة أيضا مفتوحة. الإربة الهمزة والراء والباء. الهمزة عليها كسر، والراء عليها سكون، والباء عليها فتح. ما سبب نزول قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا مر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به. فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري. فأتاه فقص عليه قصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عقوبة ذنبك. وأنزل الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما سبب نزول قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ السبب هو ما روي عن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهن، تعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله في ذلك:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وضح الصلة بين آيات آداب الزيارة والاستئذان وآية الحجاب. الصلة هي أن الدخول في البيوت فيه مظنة الاطلاع على عورات الناس، والنظر كذلك فيه مظنة الاطلاع عليها، وفي الغض من الجانبين تقليل من فرص الإثارة والغواية والفتنة. ما سبب الميل الفطري بين الرجل والمرأة؟ السبب هو أن الله عز وجل ربط به امتداد الحياة على هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها. ما حكم غض البصر؟ واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. لما أمر الله بغض البصر؟ تقليلا من فرص الإثارة والغواية والفتنة، حيث أن النظر سهم من سهام إبليس، وهو بريد الزنا ورائد الفجور. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما الذي تفيده من الواردة في الآية؟ تفيد التبعيض. ما الأحوال التي يباح فيها النظر إلى وجه المرأة؟ أولا، الرجل الذي يريد أن ينكح امرأة فإنه يستحب أن ينظر إلى وجهها، بدليل قول المغيرة بن شعبة: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقد أضاف الفقهاء إلى ذلك عدة صور، منها النظر إلى امرأة مشتبه فيها عند تحقيق الجرائم، نظر القاضي إلى وجه المرأة عند الشهادة، نظر الطبيب إلى وجه المرأة للعلاج. يقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر، يسر خاطره ما سر ناظره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اشرح الأبيات بإيجاز. أراد الشاعر أن يقول أن النظر سهم من سهام إبليس، فهو بريد الزنا ورائد الفجور، فالنظرة تزرع الشهوة وقد تورث حزنا طويلا. ما المقصد الأساسي من الأمر بغض البصر؟ المقصد هو أن لا ينظر الإنسان إلى عورة غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ما المراد من حفظ الفرج؟ أولا، اجتناب إرواء الشهوة بالطرق المحرمة. ثانيا، عدم كشف العورة أمام الغير. ما فوائد غض البصر وحفظ الفرج؟ أولا، تزكية الأعمال بسبب ترك المحرم، ذلك أزكى لهم. ثانيا، طهارة النفس مما يتدنس به أهل الفواحش. ثالثا، امتثال لأمر الدين. بين حكم الآتي:
أولا نظر المرأة إلى عورات الرجال والنساء، حكمه حرام. ثانيا نظر المرأة إلى الرجال أو النساء بشهوة، حكمه حرام. ثالثا نظر المرأة إلى الرجال والنساء بدون شهوة، لا يحرم. رابعا غض البصر عن الرجال الأجانب بالنسبة للمرأة أولى بهن غض البصر. عدد الأوامر التي جاءت في آية الحجاب: أولا غض البصر، ثانيا حفظ الفرج، ثالثا عدم إبداء الزينة لغير المحارم، رابعا ضرب الخمار على فتحة الجيب من أعلى، خامسا عدم ضرب الأرجل لإبداء الزينة، سادسا التوبة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما المراد بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن؟ المراد مواضع الزينة مثل الشعر والعنق والصدر حتى لا يرى منها شيء، وقد كنا يكشفن تلك المواضع في الجاهلية فنهينا عن ذلك. ما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها؟ المراد ما لا يمكن إخفاؤه مما جرت به العادة كالخاتم والكحل والخضاب، ونقول أن هذه المواضع يمكن إخفاؤها. من القائل وعلى ماذا يدل القول؟ رحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. القائل السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على الاستجابة لأمر الله. من الذين استثناهم الله من الحكم المتعلق بإخفاء مواضع الزينة حيث أجاز للمرأة إظهار الزينة أمامهم مع ذكر السبب؟ أولا الأزواج، ومن تؤمن منه الفتنة من المحارم المذكورين في الآية، وذلك لاحتياج النساء لمخالطتهم. ثانيا نساء المؤمنات المختصات بهن بالصحبة والخدمة. ثالثا ملك اليمين من الجواري والعبيد. رابعا التابعين الذين لا حاجة لهم في النساء لسبب مانع كالبلاهة والجنون والجب وصاحب العنة. خامسا الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها. متى يخرج الأطفال عن الاستثناء الوارد في قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ إذا ميزوا وشعروا بالعورة ولو كانوا دون البلوغ. ما الموضع الذي لا يجوز مشاهدته إلا للزوج؟ ما كان تحت السرة وفوق الركبة. لما نهى الله المرأة عن إبداء الزينة لغير المحارم؟ لأن إظهارها لهم فيه إثارة لدوافع الشهوة المحرمة. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لما نهى الله عن الضرب بالأرجل؟ لأنه يكون وسيلة إلى العلم بالزينة المفضية إلى الفتنة. ما الأشياء التي تلفت النظر إلى المرأة غير الضرب بالأرجل؟ أولا ما يلبس في العنق. ثانيا ما يشم من بعيد مما يثير الحواس ويهيج الأعصاب.
قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما هي شروط التوبة؟ أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على ما مضى، ثالثا العزم على عدم العودة، رابعا رد الحقوق إلى أهلها. توجيه الآيات: أولا البعد عن أسباب الإثارة وتهييج الأعصاب، ثانيا الأمر بالستر وعدم التكشف، ثالثا استثناء بعض الأشخاص ممن لا تثور شهواتهم وتؤمن فتنتهم.